بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. حين زار الرحالة المغربي الشهير ابن جبير مصر، كان هذا الرحالة قد زار العالم مرتين، طاف الدنيا. فلما دخل مصر انبهر، وقف مشدودا أمام مظاهر الحضارة الغامرة التي رآها في مصر، فقال قولته الشهيرة: من لم يرى مصر لم يرى عز الإسلام. هذه المقولة المعبرة توحي بما تمتعت به مصر عبر تاريخها الإسلامي من مكان الصدارة بين دول العالم الإسلامي. فالعالم الإسلامي يشبه طائر، هذا الطائر له صدر وجناحين. منطقة الصدر هي المنطقة التي تقع فيها مصر في قلب العالم الإسلامي، والجناحين دول الشرق ودول الغرب. شمال إفريقيا الجناح الأيسر للعالم الإسلامي، ومنطقة الشرق العراق وبلاد ما وراء النهر هي الجناح الأيمن للعالم الإسلامي، والقلب مصر وجزيرة العرب وبلاد الشام. هذا قلب العالم الإسلامي، وقلب هذه المنطقة هي الديار المصرية العامرة. ومصر يعني أكبر كتلة بشرية في العالم الإسلامي، فهذه الكتلة الهائلة أهلتها لتكون موئلا للعلماء والأدباء واللغويين والمؤرخين والمفسرين والقادة الحربيين المبرزين، والمباني العظيمة اللي كانت موجودة في مصر، والمؤسسات الحضارية، جامعات، المدارس، المستشفيات، المساجد المهولة اللي ما زالت إلى الآن مزار وقبلة للزائرين من سائر بلدان العالم الإسلامي، يشاهدون ما وصل إليه عبقرية الإنسان المسلم الذي سكن هذه الديار المصرية. فهذا الموقع السوقي أو الاستراتيجي العظيم الرابط بين بلدان الشرق والغرب جعل مصر مطمعا للغزاة منذ قديم. وهذا الموقع البشري العلمي العسكري الفريد جعلها هدفا لضربات الطامعين والحاقدين والأعداء على هذه الديار المصرية. يعني من صدر الإسلام وبداية دخول مصر في الإسلام احتلت مكانة مرموقة. ثم بعد ذلك مصر تحملت مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي حين هبت عليه الأعاصير الهوج من الصليبيين والتتار ونحوهم. وهذه حروب استمرت قرون، قدمت فيها أوروبا بجيوش جرارة لمحاولة تحطيم قلب العالم الإسلامي وهي الديار المصرية. يكفي أن تعلم أنه حين سقطت الخلافة في بغداد تولى إعادة وحماية والحفاظ على الكيان السياسي للدولة الإسلامية، تولته مصر واستقدموا الخليفة وأقاموه في مصر، وكان ذلك في عهد المماليك. وأيضا حين قدمت جيوش التتار من بلاد ما وراء النهر اكتسحت جميع هذه البلاد من حدود الصين. التتار قبائل الترك التي كانت تعيش في السهوب الواسعة الممتدة يعني من أقصى بلاد ما وراء النهر إلى حدود الصين. هذه القبائل البربرية قدمت اكتسحت ودمرت تماما يعني مقدرات العالم الإسلامي في بلاد ما وراء النهر، واكتسحت في طريقها بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية. حتى يعني أن المؤرخ ابن الأثير الجزري أمسك طويلا عن تدوين الاعتداء البربري المغولي على العالم الإسلامي. سقطت الخلافة، ويعني المؤرخ ثبت مثل أبي الفداء حين أرخ لهجوم التتار على بغداد قال إنه قتل
في بغداد 1600,000، يعني 1,600,000 فقط في بغداد اللي كانت عاصمة الدنيا آنذاك وكانت تسمى دار السلام. هذا الزحف البشري اكتسح بلاد الشام ولم يقف إلا على الحدود المصرية. صدته الجيوش المصرية في واقعة عين جالوت الشهيرة بقيادة قطز، وكانت يعني الروح الإسلامية المبدعة واضحة جدا في هذه المعركة. سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام هاجر من الشام واستقر في مصر، وبدأ في تجييش الناس لمواجهة خطر التتار، وخرج المسلمون، وكانت يعني كلمة السر ويعني النداء والهتاف في هذه المعركة وإسلامان. ولذلك انتصر المسلمون على التتار، ودي كانت أول كسرة للتتار. هذه الهزيمة للتتار كانت سببا بعد ذلك في دخول التتار في دين الإسلام. قبل التتار كانت هناك الحروب الصليبية، حينما وقف البابا أوربانوس في كنيسة كليرمونت في فرنسا وأعلن الحرب الضروس على العالم الإسلامي، وجميع ملوك أوروبا خرجوا بجيوش، سواء يعني فريدريك بربروسا من ألمانيا، ريتشارد قلب الأسد من بريطانيا، لويس الملك الفرنسي، المقاتلين اللي قدموا من صقلية وجنوة والبندقية من إيطاليا، وكانوا مشهورين جدا بأنهم مغامرين بحريين مقاتلين من طراز فريد. من جميع الدول الإيطالية حشدت هذه الحشود الأوروبية، حشدت الحشود للحرب العالم الإسلامي. من الذي صد عاديات الصليبيين على العالم الإسلامي؟ مصر. هناك حملات توجهت فقط لمصر، ليس لسائر العالم الإسلامي، لمصر فقط، ويعني معروفة ومشهورة عند الجميع الوقعة اللي وقع فيها الملك فرنسا أسير في دار القاضي ابن لقمان في مدينة المنصورة. وفي فترة الأسر دي خطط الرجل الماكر لخطة ما زالت يعني بنودها سارية إلى هذا اليوم، وهي يعني الخطوط العريضة التي تحرك سياسات الغرب ضد العالم الإسلامي. الرجل أيقن أنه لا يمكن أبدا هزيمة المسلمين، ولكن لابد من التخطيط لغزوهم فكريا وثقافيا، ومحاولة يعني إدخال الخلل على عقائد هؤلاء الناس، مما يؤدي إلى تخليهم عن دينهم أو تفريطهم في أساس هذا الدين. ومعروفة وقائع صلاح الدين الأيوبي، وكان هو الملك آنئذ على مصر، وحد مصر والشام، وحارب الصليبيين 86 معركة حتى استطاع في نهاية المطاف أنه يخرجهم من مدينة القدس. من كان القوة الضاربة في هذه الجيوش؟ الجنود المصريون، هم كانوا القوة الضاربة في الجيوش اللي حاربت الصليبيين. مين اللي تمكن بعد 200 سنة من احتلال الصليبيين للأرخبيل الساحلي في بلاد الشام؟ كانوا محتلين عكا ويافا وحيفا وصور وصيدا وبنياس، كل المدن دي الساحلية الشاملة اللي كانت على الساحل. استطاع يعني بيبرس ان هو يقاتلهم، حتى انتهى السلطان المملوكي قلاوون من إخراجهم تماما من بلاد الشام. هي مصر اللي تحملت هذا الكلام. لما سقطت بغداد وسقطت بلاد الأندلس، كل العلماء تقريبا اللي في هذه البلاد هجروا إلى مصر، ولذلك مصر تمتعت بأعظم حركة علمية في تاريخ الأمة الإسلامية، حتى إنه الشيخ العلامة حماد الأنصاري في العصر الحديث لما اطلع على ثبت
المراجع اللي كانت موجودة في مصر، فقال إن الكتب اللي كانت موجودة في مصر جميع كتب الإسلام كانت موجودة في مصر، بحيث تستغني مصر عن أي بلد ولا يستغني بلد عن علماء مصر. ليه؟ لأنه اتفق لهؤلاء العلماء وتوفر لهم ما لم يتوفر لغيرهم. جميع المراجع كانت مجتمعة في الديار المصرية، المدارس الإسلامية العريقة، ولذلك أعظم حركة حديث كانت في مصر. لواء التجديد للحديث كان في مصر. المعتنين طبعا بالشأن علوم الحديث يعلمون أن مدرسة الحافظ العراقي حافظت على علوم الحديث وحملت يعني لواء التجديد. انت لما تبص في المرحلة دي، الحافظ زين الدين العراقي وابنه الحافظ أبو زرعة ولي الدين العراقي، وصهره وتلميذه الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب الكتب الشهيرة كتب الزوائد، وتلميذه النجيب الأشهر اللي أصبح خاتمة الحفاظ، بل حمل لقب أمير المؤمنين في الحديث، ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الإمام البصيري صاحب الزوائد المشهورة، مش البصيري الصوفي، لا، الإمام البصيري صاحب مصباح الزجاجة وفي زوائد ابن ماجه وزوائد البيهقي وغيرها من الكتب العظيمة النافعة. كل هؤلاء كانوا في فترة الإمام العراقي، خريجي هذه المدرسة، خرج في هذه المدرسة يعني أئمة كبار جدا، سواء كانوا لغويين، فقهاء، محدثين، مؤرخين، يعني في جميع الفروع العلم الشرعي برز فيها المصريين. وأيضا في مجالات العلم التجريبي، وهذا ربما نفرد له إن شاء الله مجال آخر للحديث، تفوق وبرع فيها المصريون. في العصر الحديث مصر كانت يعني مجال لتنازع القوى الصليبية واليهودية لتدمير قلب العالم الإسلامي. في دولتين اتعرضوا لحرب شرسة جدا في القرن قبل الماضي، تركيا، وكانت هي مقر الخلافة العثمانية، واستطاعوا إسقاط هذه الخلافة. يعني البابا في روما اترفع له 100 تقرير من شرق وغرب أوروبا لإسقاط الدولة العثمانية، 100 تقرير. واللي أراد أن يطلع على هذه التقارير، الأديب الشهير شكيب أرسلان ذكرها في كتاب حاضر العالم الإسلامي. هو كتاب مترجم، لكن هو وضع عليه حواشي جعلته شبه المؤلف الحقيقي للكتاب. 100 تقرير رفعت للبابا لإسقاط الدولة العثمانية، اللي كانت آخر دولة إسلامية تمتعت بالجامعة الإسلامية في العالم الإسلامي. البلد الثانية هي مصر، لأنها قلب ومركز الثقل في العالم الإسلامي، بلد الأزهر والحضارة، فحوربت حرب لا هواد فيها. لذلك اللورد كرومر لما دخل مصر أول حاجة قال جئت لأمحو 3: القرآن والكعبة والأزهر. لما وصل مصر كان معاه أجندة معينة عاوز يحققها، محو الكعبة، توجه المسلمين نحو الكعبة، والقرآن الكتاب الحياة، الكتاب اللي يضمن لنا الشرف والرفعة وسبب الحضارة وبناء الدولة، وكتاب التاريخ هذه الأمة بسبب القرآن الكريم. والأزهر اللي هو الجامعة اللي خرجت أعظم الشيوخ في الحقيقة. الأزهر كان له دور ضخم جدا في سائر بلاد العالم الإسلامي، وهذا يحتاج أيضا إلى حديث مستقل. فحرب العالم الإسلامي، وفي طليعة الدول اللي حربت مصر بالحرب العسكرية وبالاحتلال وبالحرب التعليمية والثقافية. ويكفي أنك تعلم أنه مناهج التعليم في مصر وضعها قسيس شرس جدا في عدائه ضد الإسلام اسمه دلوب، إنجليزي،
هو إنه الإنجليز لما رحلوا ما رحلوش حتى اطمأنوا إلى وجود أناس يطبقون الأجندة الإنجليزية، ولذلك قال بعض المفكرين المعاصرين: رحل الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. الإنجليز رحلوا وبقي إنجليز جاءوا على ظهور الدبابات لحماية مصالح الإنجليز وتطبيق مبادئ الإنجليز في قلب العالم الإسلامي في مصر. فلذلك قصيدة الشاعر أحمد محرم، وهذا كان شاعر إسلامي الاتجاه لدرجة أنه ديوان أحمد محرم بيسموه الإلياذة الإسلامية، الإلياذة الإسلامية. في ضمن قصيدة طويلة قال: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. تراث المسلمين يضيع إذا ضاعت مصر. ومحمد حسنين هيكل الكاتب العلماني المعاصر ليه كتاب اسمه مدافع آية الله. في هذا الكتاب ذكر أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة اللي هي المعاصرة جمع أبناءه وأوصاهم بأن يقيسوا حال العالم والأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر. هؤلاء أناس يعني فطناء يعلمون أن مصر في بقائها بقاء للعالم الإسلامي وقوة للعالم الإسلامي، وإن كان في بعض الأحاديث الضعيفة أن أهلها في رباط، وحتى في أحاديث الطائفة المنصورة لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موطنهم أنهم في الغرب. كتير من شراح الحديث قالوا أنهم في مصر، لأن مصر تقع في اتجاه الغرب، وإنها بقيت جنودها منصورة إلى يعني عصور متأخرة جدا من العصور الإسلام. الشاهد أن مصر لها مكانة، والشاهد أن مصر مستهدفة، وهناك محاولات شرسة لزحزحة مصر عن مكانتها وإزاحتها عن مكانتها. ولذلك بعض القوات العسكريين كان لما جم في حرب الخليج الآخرة قالوا أنه العراق مستهدف والسعودية، ومصر هي الجائزة الكبرى، مصر الجائزة الكبرى. فنحن كمسلمين يعني أناس طلاب علم ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نعرف أبنائنا وإخواننا بمكانة مصر، ليس على سبيل الوطنية والعصبية والقومية، لا، على سبيل معرفة مكانة هذا القطر بين أقطار العالم الإسلامي، حتى نكون يعني على يقظة تامة وحذر مما يحاك لنا من مؤامرات في الظلام. وإن كانت الحرب في القديم هي الحرب في الحديث، فقط تتبدل الأدوار وتتغير الأسماء والأشكال، لكن المحتوى واحد: ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخوات، فلا تطلبا من عند يوم وغد خلاف الذي مرت به السنوات. أنا جعلت هذه الكلمة كتوطئة بين يدي أحاديث بعنوان خواطر مرسلة، أردت أن أتواصل فيها مع الإخوة بسبب الأحداث الحادثة في مصر الآن، من الثورة الشعبية إلى الفوضى العارمة التي تعاني منها البلد الآن. أردت أن أدون مذكراتي للإخوة بسبب كثرة الاتصالات والأسئلة: إيه موقفكم، إيه كذا. فهذه طليعة ومقدمة لكلمات ستأتي إن شاء الله في التعليق على أحداث هذه الثورة وعلى ما بعد الثورة، وهذا المهم: ماذا بعد الثورة وما دورنا بعد الثورة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى نلتقي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.